الكرة دي اتحسبت تسلل ازاي؟ حد يقنعني كده ويرد عليا في الكومنتات ازاي الكرة دي اتحسبت تسلل؟ اتحسب التسلل على نادي بيراميدز ازاي؟ الهدف الثاني لنادي بيراميدز حكم الفار محمود عاشور، وخلي بالك من محمود عاشور ده اللي لغى هدف النادي الاهلي في فاركو من 3 سنين، وخلى النادي الاهلي يتعادل في المباراه دي ويكون احد اسباب خساره النادي الاهلي للقب الدوري ساعتها. خلي بالك، هو اللي لغى هدف النهارده. وسبحان الله يا اخي، الكوره بتتراجع بمنتهى السرعه. ايه السرعه اللي اتراجعت بيها الكوره دي يا عم؟ الكوره تسلل. طب بس خد وقتك ارسم الخطوط. ده ما خدش وقته، ده الحكم على طول حسب هدف مفيش اقل من دقيقه. كان الحكم الفار محمود عاشور قال لك اوفسايد. انت لحقت ترسم الخطوط؟ يبقى حاله صعبه جدا. لحقت ترسم الخطوط وتتاكد ان هي فعلا اوفسايد؟ ايه السرعه دي؟ على طول هدف على الزمالك، على طول لازم، على طول باسرع وقت لازم يتلغي. طب هسالك سؤال تاني، لو النادي الاهلي هو اللي مكان نادي الزمالك ودخل فيه الهدف ده، كنت هتعمل ايه ساعتها؟ كنت هتلغيه بمنتهى السرعه دي برضو، ولا كنت هتقعد تفحص وتمحص وترسم في الخطوط علشان تحاول تثبت ان الكرة هدف؟ ها، كنت هتعمل ايه؟ اكيد كنت هتعمل الحل التاني، وهتقعد تفحص وتمحص وترسم الخط من هنا، لا من هنا، لا من هنا، علشان تخرج النادي الاهلي من البطولة. صح ولا مش صح؟ وبعدين التحكيم المصري بديها بدري قوي مع الزمالك يا جماعة، مش من بدري قوي كده، يعني بالراحة شوية. خدوا نفسكم شوية. من اول الموسم كده فضايح تحكيمية لمصلحة نادي الزمالك، فضايح في الامارات، فضايح في السعوديه، فضايح في مصر. انتوا في كل حته ورا الزمالك حكامه على طول بيسندوه. ان غاب الحظ عنه على طول حكامه موجودين. في ايه يا جدعان؟ مستواه سيء، حكامه على طول بيسندوه. وبعدين انا لعل المنع خير يا كابتن هاني، انا عايز افهم الكابتن هاني سعيد راح فين؟ اصل مش سامع صوته يعني من بعد المباراه. ما اتكلمش على الحاله دي يعني، وقال ان بيراميدز اتظلم، وقال ان الزمالك اتجامل، ولا قال ان الزمالك بيجامل تحكيميا، ولا قال ان الزمالك نادي الدوله والدوله بتسنده عن طريق التحكيم. الكلام ده كله ما طلعش من كابتن هادي، فلعل المنع خير. كابتن هاني تعبان ولا حاجه؟ عايزين بس نطمن على كابتن هاني. وهل يا كابتن هاني لو النادي الاهلي هو الطرف الثاني في المباراه ده برضو كان هيبقى موقفك؟ ولا كنا هنسمعك طالع تقول لنادي الاهلي نادي الدوله، النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم، عمر المنظومه في مصر ما هتتعدل طول ما احنا بنتظلم قدام النادي الاهلي بالتحكيم المصري؟ ايه يا كابتن هاني؟ فينك يا كابتن هاني؟ بس عايزين نسمع صوتك بس نطمن عليك، يعني ان انت كويس كده وصحتك كويسه. عموما خساره فرقتك دي حاجه تسعدني، ودايما ان شاء الله موكوسين، وان شاء الله مش هتاخدوا بطولات تانية بعد الكاس اللي انتوا خدتوه. وميعادنا مع الزمالك في نهائي السوبر المصري. بس انا خايف من حاجة واحدة بس، من التحكيم المصري. التحكيم اللي النهاردة جامل نادي الزمالك مش بعيد يعملها قدام النادي الاهلي في النهائي، وربنا يستر من التحكيم المصري.